واخيرا الحلقه الثامنه والاخيره من مسلسل ذا بينجوين، وبكل تاكيد بلا منازع ده هو افضل مسلسل لسنه 2024. افضل مسلسل من ناحيه الكتابه، افضل مسلسل من ناحيه الاداء التمثيلي. كولين فارل عامل اداء مش طبيعي، كريستين مليوتي مقدمه شخصيه معقده بطريقه مبهره جدا. افضل مسلسل من ناحيه الميك اب، الشباب بتوع الميك اب حقيقي لازم ياخدوا جوائز او تقدير على الابداع اللي هم عاملينه. وكمان نقدر بمنتهى السهوله خاصه بعد الحلقه الاخيره نقول ان ده افضل مسلسل سوبر هيرو، مع احترامي طبعا لدير ديفل، مع احترامي لارو، مع احترامي لكل مسلسلات الانيميشن بتاعه دي سي ومارفل، مع احترامي حتى لمسلسل ذا بويز. لكن احنا هنا بنتكلم عن مسلسل بينافس في فئه مختلفه تماما عن فئه السوبر هيرو اصلا، وهي فئه الجانجسترز او مسلسلات الجريمه والعصابات. احنا لما بنشوف كتابه شخصيه ذا بينجوين، شخصيه فيلن من اسوأ الشخصيات اللي انت كمشاهد صعب جدا تتعاطف معاها، بنحطه على طول مع والتر وايت وتوني سوبرانو وكل الشخصيات الحقيره اللي شفناها قبل كده. حتى لحد الحلقه الاخيره ما زلنا بنكتشف وساخه اكتر واكتر في شخصيه اوزولد. اوزولد في الحلقه الاولى كان وسخ، وفي الحلقه الاخيره كان اوسخ. حقيقي مش هقبل باقل من ايمي للمسلسل ده. الحلقه الثامنه بعنوان جريت اور ليتل ثينجز. طبعا احنا وقفنا في الحلقه اللي فاتت عند كليف هانجر من اجمد ما يمكن، وهو مشهد القنبله اللي صوفيا فجرتها في قلب مدينه جوثام، والمحقق بتاع صوفيا بيضرب اوزولد وبياخده عشان يوديه عندها. مره تانية جوثام بتعاني من كميه التفجيرات اللي كل شويه تحصل فيها دي بسبب شويه ناس مجانين بيتخانقوا مع بعض، وطبعا الابرياء هم اكتر ناس متضررين من الحاجات دي، ومش اي ابرياء، الفقراء تحديدا، لان القنبله دي بتحصل في حي كراون بوينت، الحي الفقير اللي اوزولد جاي منه واللي ماتت فيه عائله فيكتور بسبب تفجيرات ريدلر. الحلقه بتبدا بمشهد سايكولوجيكال بحت بداخل دماغ فرانسيس اللي هي والده اوزولد، حاجه كده بتفكرني بمشهد في مسلسل مستر روبوت لما الدكتوره النفسيه دخلت جوه اعماق تفكيره وطلعت من دماغه ماضي أليم هو كان نسيه او مش نسيه، لكن لان الماضي مؤلم جدا وذكريات صادمه بالنسبه له، عقله بياخد رد فعل سلبي شويه، بيمسح الذكريات دي تماما وبيخزنها في عقله الباطن عشان يخليه يتجنب بعض الصدمات اللي هو مش قدها او اللي هو عاوز يتجنبها. غالبا ده هو نفس اللي بتعدي بيه شخصيه فرانسيس، ولكن صوفيا وجوليان بيبداوا ان هم يطلعوا الماضي الأليم ده من جوه عقلها باستخدام الاضاءه الحمراء الغريبه بتاعتهم دي. ومن خلال شخصيه فرانسيس بنشوف معاها تفاصيل اكتر واكتر بتنكشف في الخط الدرامي بتاع اوزولد واخواته جاك وبيني. المسلسل بيفاجئنا ان فرانسيس من زمان عارفه ان اوزولد هو السبب في موت اخواته، وان هو اللي قفل عليهم وكان معاهم وعارف انهم ماتوا وما انقذهمش وما اتكلمش. كانت عارفه طبيعه شخصيه ابنها، انه طماع وعاوز امه تبقى بتاعته بس، ياخد منها الحب والحنان ليه لوحده بس، ما يشاركهاش حتى مع اخواته، لدرجه ان امه عرفت قد ايه هو طفل شيطان قتل اخواته وكذب عليها وبيقول لها انا مفتقد جدا اخواتي، وبيبتسم بمنتهى البرود ومش همه اي حاجه. وبالتالي فرانسيس بتتفق مع ريكس رجل العصابات بتاع كراون بوينت انه يقتل اوزولد لانه خارج عن السيطره، ولكن تقريبا فرانسيس بتتراجع في القرار ده، بتبدا تتقبل فكره ان ابنها شيطان وتتعايش مع الامر زي ما هو، لان برضه هي امه وهو ابنها. وعشان كده مع مرور الوقت الصدمه دي كلها بتاثر على نفسيتها وذاكرتها، يبدو انها مسحت الذكريات دي من دماغها لحد ما بتيجي صوفيا ترجع الاعدادات تاني لعقلها. المبهر في الموضوع ان تصميم شخصيه اوزولد بالماضي بتاعه، بعلاقته بامه، بطبيعه شخصيته، باهدافه وطموحاته، حط على ريدلر بكتير. ريدلر كل اللي نعرفه عنه انه كان يتيم في ملجأ اركم وفقير، فعشان كده بينتقم وبيكشف الفساد في جوثام. انما اوزولد في المسلسل ده شخصيته بتكتسب قدر مبالغ فيه جدا من التعقيد، لدرجه ان حرفيا ما بنبقاش قادرين نتخيل ازاي باتمان هيقدر يواجهه. اخيرا لقاء القمه بين صوفيا واوزولد، ولكن المره دي مش لوحدهم، المره دي بتشرفهم والدته، نقطه ضعفه الوحيده. صوفيا اصبحت مش مهتمه انها تقتل فرانسيس او حتى اوزولد، قد ما كل اللي هي عايزاه انه يقول الحقيقه، يعترف باللي عمله، يعترف قدام والدته انه قتل اخواته. لان زي ما شفنا الحلقه اللي فاتت صوفيا حست انها ما تفرقش كتير عن ابوها وما فرقتش عن اوزولد، عماله برضه رايحه جايه تقتل في الناس وبرضه قتلت عيلتها. ولكن صوفيا قتلت عيلتها لسبب انهم دمروا حياتها، بسبب برضه الاكاذيب. فاللي هي اتعلمته من تجربتها كلها هي انها تعترف بالخطا، وده اللي بيخلينا بشر، ده اللي بيخلي عندنا انسانيه، ان مهما نغلط بس نعترف بالغلط ما نزيدش فيه. ده
اللي حاولت تعمله مع اوزولد، انها تخليه يعترف بالحقيقه، ولكن مازال اوزولد اناني جدا ومش عاوز حتى يعترف، لدرجه ان عادي تقطع صباع فرانسيس وبرضه بينكر كل حاجه ومش عايز يعترف. ردة فعله حقيقي مبهره جدا. اداء كولين فارل في المشهد ده مش طبيعي، لما اوزولد بيكتشف ان والدته عارفه من زمان انه قتل اخواته وانها اتفقت مع ريكس انها تموته. الخبر ده بيطعنه في نفسيته جامد، والوضع بيسوء اكتر لما بشكل رمزي والدته بتطعنه بالازازه في بطنه. واضح ان في وتر حساس جدا في علاقه اوزولد بوالدته، واضح ان صوفيا بتمسك الوتر ده بتدمره تماما وبتدمر علاقه اوزولد بوالدته للابد. اداء مش طبيعي من الممثله اللي عامله دور فرانسيس، لما بتشوف ولادها قدامها وهم مبلولين تماما ولكن بيختفوا من قدامها، بيغمى عليها وبتدخل في غيبوبه دائمه. مش عارف حصل ايه كده، المهم طاخ تيخ اوزولد بيموتهم كلهم وبيهرب هو ووالدته. بصراحه ده هبل قوي يعني، ده كده ما بقاش بطريق، ده كده بقى سوبرمان. بس عامه هو كده لازم يهرب. عجبني قوي المشهد ده وهو بيضمد جراحه بنفسه، مش محتاج دكتور ولا اي حد، هو بيخيط الجرح بايده وبيعمل كل حاجه من غير مساعده حد. ودي هي طبيعه شخصيه اوزولد عامه، انه وصل لكل اللي فيه ده بمجهوده. لسه الغليان مستمر بين صوفيا واوزولد. صوفيا بتتحالف مع عصابات الشوارع في جوثام ضد اوزولد. اوزولد بيقدر يكسبهم، ومن هنا في لحظه ما صوفيا كانت مفكره انها هتقدر تتغلب على اوزولد وتسافر بره جوثام، بيطلع هو اللي كان متحالف مع العصابات، وموازين القوه بتكون في صفه هو مش في صفها. وزي ايام زمان اوزولد بياخد صوفيا في جوله بالعربيه، بيوديها مكان بعيد عشان يموتها، لكن التويست هنا انه ما بيقتلهاش، هو بيكون قبلها مخطط مع نائب مجلس جوثام انه يقبض على صوفيا ويحطها مره تانية في مستشفى اركام. كتابه ممتازه بصراحه، لما اوزولد بيقول لها هوديك الجحيم وهي بتقول له هحجز لك مكان جنبي، واوزولد كان يوصل بالجحيم مستشفى اركام مش الجحيم اللي هتروح له لما تموت. اوزولد حس انه لما يوديها اكتر مكان هي بتكرهه في الدنيا واللي عاشت فيه 10 سنين من عمرها، ده افضل كتير من انه يقتلها عشان تموت بالبطيء. عايز يقول لك ان اوزولد ما بيتغيرش، ده وسخته بتزيد اكتر واكتر. برضه من اجمل الاداءات التمثيليه لسنه 2024 اوزولد بيكتشف ان والدته دخلت في غيبوبه دائمه بسبب الصدمه الشديده اللي تعرضت لها. ويا الهي المشهد ده اظن هيعلق معانا جامد لفتره طويله. السوشيال ميديا دلوقتي مقلوبه في الوسط بتاع دي سي ومارفل بسبب المشهد ده. فيكتور طول الحلقه وطول المسلسل مدي ولاء تام لاوزولد، ولكن في النهايه اوزولد بيموته وبيرمي بطاقته في البحر. ما شفتش بروتاليتي اكتر من كده من ساعه نهايه فيلم ذا جاد فاذر الجزء الثاني تقريبا. غلطه فيكتور انه بيقول له انت بالنسبه لي عائله، لان اوزولد مش عاوز عائله، هو شايف ان العائله يعني نقطه ضعف. يبدو انه بيحبه جدا لدرجه انه مش عاوز حد يستخدمه ضده، فقال لك هموته انا بقى دلوقتي على طول وخلاص. المشهد ديستربنج جدا، كريبي جدا. اول ما شفته انا قاعد مش مصدق، مذهول من اللي بشوفه. ده ببساطه واحد من اكتر المشاهد المؤثره والمأساويه في تاريخ المسلسلات. خلاص يا جدعان، ده مش انتي هيرو، ده من الاخر فيلن، كانه بيقول لك اوعى تحبني او تتعاطف معايا لاني دايما هفاجئك. واخيرا اجواء ذا باتمان بدات تظهر فعليا من اول النقطه دي. صوفيا بتجيلها رساله وهي في مستشفى اركام، يا ترى من مين؟ من سيلينا كايل اختها، لان زي ما احنا عارفين كارمايل فالكون هو ابوهم هما الاثنين بس من ام مختلفه. لسه ما نعرفش ايه اللي موجود في الرساله، ولكن من ابتسامه صوفيا نقدر نفهم ان سيلينا كايل عارفه بكل اللي بيحصل معاها، وهيكون في تعاون اكيد بينهم ضد اوزولد بمساعده طبعا باتمان. وبتنتهي الحلقه باوزولد وهو رسميا الكينج بن لمدينه جوثام. اخيرا بيقدر يجيب شقه الاحلام في مبنى لاكورون اللي هو بالفرنساوي ذا كراون او التاج. اوزولد بيلبس بدله البطريق اللي عارفينها من الكوميكس، بالعافيه عاوز يقنع امه ان اخيرا جاب لها الشقه اللي نفسها فيها، وهي اصلا مش عايزه غير انه يموت. ما زالت في حاله صدمه دائمه. مشهد غريب جدا بصراحه لما اوزولد بيرقص مع ايف وهي لابسه نفس لبس والدته. عايز يقول لك ان اوزولد شخص توكسيك جدا، سواء علاقته بايف او علاقته بوالدته، غالبا علاقات غير سويه على الاطلاق. اوزولد بيستخدم ايف انها تعوضه عن فقدانه لحب امه، بتقول له انا بحبك وفخوره بيك، بيخليها تقول الكلمات اللي عاوز يسمعها من امه. علاقه غريبه جدا. اول ما شفت المشهد قلت ايه ده، يعني شخصيه من اسوأ الشخصيات اللي الواحد مش قادر يحبها او يتعاطف معاها. الراجل بقى خارج عن السيطره تماما. حقيقي محتاجين باتمان يلحقنا بسرعه قبل ما يودي جوثام كلها في داهيه. ده مش مسلسل عادي يا جماعه، ده تحفه فنيه. احنا قدام حاجه مش بتتكرر كتير. بسهوله جدا اقدر اقول ده من اعظم المسلسلات بشكل عام. يعني انا دلوقتي مستني فشخ ده باتمان الجزء الثاني، وهبقى هتجنن لما بعرف انه
انه لسه هينزل سنة 2026 يعني بعد سنتين، فصباح الفل ده لسه مش نازل خالص دلوقتي. مسلسل ذا بينجوين مش قادر افكر في تقييم اقل من 10 من 10 الصراحة. هو اصلا مسلسل ما يتقيمش، معدي تماما المرحلة دي كل حاجة عندي المسلسل ده. لو شفت المسلسل قول لي رايك فيه في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك، اشترك في القناة وفعل الجرس، واشوفكم على خير ان شاء الله.